صباح الخير اصدقائنا اصدقاء سندباد، ومن ممشى اهل مصر الجميل اللي ورايا دوت على الكورنيش، وورانا الفندق الرائع ده. استلفت انتباهي ستور جميل جدا اسمه شاي الجمر، بيبيع الشاي في كوبايه ازاز ب 100 جنيه. تعالوا مع بعض نشوف موضوع الشاي ابو 100 جنيه ده. صباحك عسل يا جميل. حاجه كده صغيره لليوتيوب. كام الشاي؟ كام الشاي؟ الشاي هذا 100. ايه؟ لا 100. 100. خلاص. ليه بقى؟ عشان كوبايه مثلا الازاز ولا ليه 100؟ ولا ده شاي مثلا نوع مفتخر ولا نفهم بس. نفهم ليه 100؟ هي غالي ليه؟ يعني هو شاي خاص نوع معين ولا شاي فلان. شاي سيلاني معمول على الجمر؟ بتقدم شاي وايه تاني وسندوتشات ولا وافل؟ ما تجيب المنيو كده، هات المنيو كده نشوف. ليه؟ ما طبقته ازاي؟ يعني المنيو متعلق فوق؟ طيب تمام ماشي. بتقدم في الكوبايه الظريفه دي. وزي ما شفتم اصدقائنا الشاي طلع سيلاني على الجمر الملهلب وفي كوبايه ازاز جميله، والشاي سعره 100 جنيه. بيتقدم معاه وافل، حلويات، بيتقدم معاه حاجات حلوه كتير. لو عجبكم المكان، لو عجبكم السعر، تقدروا تعملوا لايك. طبعا معلومه صغيره، انا كنت نزلت فيديو عن المكان قبل كده. لا المكان فيه حاجات كتير طبعا، اسعارها ارخص من كده بكتير. في ماركت، في تبع الدمياطي بتاع الفول والطعميه بيعمل الشاي ب 17 جنيه بس، عادي يعني جدا. وتقدر الاسر تقعد فيه او الرياضيين يركنوا العجل ويقعدوا فيه باقل الاسعار يعني. بس انا ستور شاي الجمر اللي هو ورايا دلوقتي حاليا ده هو استلفت انتباهي لغلاء اسعار الشاي بتاعته. يعني كل المصريين بيحبوا الشاي ويغنوا للشاي، لكن الشاي ما طلعش مصري، طلع سيلاني. فلو بتحب الشاي السيلاني تعالى شاي وجمر واشرب شاي. ما تنسوناش بالتعليقات واللايكات وتابعونا. شكرا جزيلا، سلام عليكم.